في أوقات بنحس فيها إننا مش عايزين حاجة تاني من الحياة، وراضيين كل الرضا الموجود في الوجود. وسرعان ما بنكتشف إن الحياة عمرها ما بتمشي في خط مستقيم. دايما في مفاجآت، دايما في أحداث بتبوظ علينا خططنا، بتخلينا تايهين، مش عارفين إيه الخطوة الجاية، واللي اتكسر ده هيتصلح إزاي. بنسأل إحنا ليه عايشين، وطالما عايشين ليه عايشين حياة مش حياتنا؟ هل أصلا الحياة اللي احنا عايزين نعيشها دي هي حياتنا؟ ولا مجرد صورة رسمينها للهروب من الواقع، زي الناس اللي بتهرب من الواقع بماتش كورة أو بفيلم خيالي، أو إنهم بيعيشوا في شخصية مش بتاعتهم عشان يقدروا يتكيفوا مع العالم، اللي بيكتسب قيمته من مكسب فريقه، واللي بيكتسبها من الموبايل اللي ماسكه، واللي بيكتسبها من إنجازات حد تاني. بس لحد امتى هنفضل عايشين حياة مش حياتنا، ونكتسب قيمتنا من انجازات الناس اللي عايشة الحياة اللي احنا عايزين نعيشها؟ التوهان شيء طبيعي بيحصل لنا كلنا، وبيعطل حياتنا، وبيخلينا مش فارق معانا حاجة، حتى نفسنا. بس اللي لازم نعرفه ان الحياة هتستمر. القمر هيروح، والشمس هتطلع، الموظف هينزل يروح شغله، الطالب هينزل يروح جامعته. للأسف الحياة مش هتقف تستنانا، والأيام بتعدي، بتتسرق، بتبص وراك وبتلاقي شهور عدت وانت لسه زي ما انت، لوحدك، والغضب متملك منك. غضب على المجتمع، غضب على نفسك. بتحب حاجات كنا بنكره حاجات كنا بنحبها، وحاجات تانية ما بنبقاش عارفين احنا بنكرهها ولا بنحبها. حاجات روحنا بتبقى فيها فجأة بتاخد روحنا منها، وحاجات تانية كنا عايشينها فجأة بنكتشف انها بتموتنا بالبطيء. وعشان كده هنفضل عايشين، فكل المشاعر دي بتتحول لطاقة، وكل واحد بيختار هيصبها فين، وكل واحد واختياره، هيختار الخير ولا الشر، الانتقام ولا السلام، الحب ولا الحياة، الخوف ولا الأمل، الرضا ولا الغضب. وانا اخترت ان اخلي عندي امل، لاني عارف ان عندي حاجة، واخترت ان احط الطاقة دي في الشيء الوحيد اللي بيخليني اعيش، واللي بيخليني احس ان انا هو انا، وابدأ من جديد.